فون دام كان مناسب من وهران. فون دام الزوجة تاعو من وهران، ولا تحب تكذب ابحث وتلقى فون دام كان يجي لا هنا لا لوهران. فون دام كان يجي، جون كلود فون دام كان يجي هنا لوهران. وانا مصور في الاسد اللي في وهران امام البلديه، ندير وضعيه اليوكوغيري، يعني واقف على رجل وداز رجل 90 درجه لفوق للسماء، فهمت؟ فوق الاسد، يعني وين ما يقدرش حتى واحد يوقف. انا وقفت تما فوق الاسد وزدت درت وضعيه اليوكوغيري، وخش للباجا تاعي تلقى الصوره بدات ثم في الباجا تاعي. واخا واشرف حكيمي قالوا راه جدات ولا ما نعرف. اشرف حكيمي انسان رياضي محترم، انسان الله نعم. يبارك، او في البي اس جي. سمعت راهو انسان محترم. لا واش انا شكون اللي اصل، واش الاصل نتاع الام نتاعو ولا الاب نتاعو اللي الجزائري؟ والله ما نعلم اخويا، مانيش والله ماني ولا مسقسي. الزلزول، يمكن الزلزولي سمعت، يمكن حكيمي ولا دوك انا الزلزولي. اخويا اسمع انت شوف ما اخويا عندكش مع ابراهيم. الرياضه يمكن، ما عندكش مع لا الرياضه ماشي يمكن. انا رياضي كيف ما عندي مش اللي لا انا ولكن الرياضه ماشي تبنى. عمي أنا أقول لك كلام، وأني أمام الله سبحانه وتعالى 90% من الشعب العراقي والحكومة العراقية ما تعرف عمي تبون، أقسم بالله. عليه من يغتالوا شو يسوون بيه؟ لو ذبيته بشوارع بغداد ما حد يعرفه، ذبه باش بأي يقتلوا، اسمح لي، بس باش يقتلوا دقيقة الشعب خلي العراقي. بس دقيقة. حتى السياسيين بيناتنا الله ما يعرفوه شو يسوون بيه، يغتالوه، يقدم مش يأخر الحياة مش العراقي. اسمح لي اخي، مش العراقيين ولا المسؤولين العراقيين، المنظمين. يابا فهمتني؟ والله حتى الإرهابيين بالعراق ما يعرفون عمي تبون. معليش اسمع، انت تقول هذه مستحيل. شوف، الشعب المغربي يقولوا عمي تبون، الشعب التونسي يقولوا عمي تبون، في مصر يقولوا له عمي تبون، في العراق يقول اسمح لي دقيقة نقطة مهمة حتى لا اسمح لي حتى والله، اسمح لي كمل، اسمح لا لي والله كمل. صار الرئيس مرتين. الوحيد، اسمح لي، مستحيل الرئيس مستحيل الوحيد لازم الرئيس اتكلم، الوحيد اللي عنده اكثر من شعب. لازم الرئيس اتكلم. هاي الوحيد النقطة هو عمي هذه غلط. تبون. شوف ابراهيم هذه راك من غلط. رخصتك لا بلاتي، انا ما رانيش اريد متفق اقول معك يا نقطة، اخي لان انا العراقي. ضجت صار مرتين، والله صار مرتين انا ضجت. اذا لان المغربي راح اقول لك شغلة، يخس عمي تبون يكون عم اي مغربي، لان المغربي حر، ما يكون عمه تبون لو تنقلب الدنيا للمسخرة يقولون عمي تبون، واني اقولها واني همت نفس الشيء. اذا ماش يكون للمسخره، ها؟ اذا يعني يكون انت في رايك، نعم نعم يعني الشعب، اسمح لي الشعب انت في المغربي رايك ان مستحيل الشعب يكون، المغربي هذا شعب مستحيل مسخره؟ شوف كاين لا اسمع، كاين اشراف، مستحيل، ممنوع اسمح لي، ممنوع. شعب كاين المغرب اشراف، احرار، اسمح لي شعب كاين المغرب اشراف في احرار. المغرب. لا شوف يا اخي مرتين العراقي، يقول انا ما اقبل. بلاتي نعطيك السر، انت ما تفهمش السر واش صاير في هذه المنطقه هذه. شوف اولا، كما قال رشدي، بل بالعكس كل شمال افريقيا يحبوا عمي تبون، يعني عنده واحد جمهوريه كبيره. تخيل لو بالاستطاعه الشعب المغربي يفوتي او يصوت على عمي تبون، ولا راح تلقاهم كل الشعب المغربي يصوت، بالعكس يحبوه يا اخي. تخيل في كل خطاب يلقيه عمي تبون تلقاه طوندونس في المغرب، حبوه. بعض المغاربه يقول يا ودي وقتاش عمي تبون يدير لنا ثاني خطاب جديد. يعني حتى من التونسيين يحبوه والله يا عمي تبون اصبح محبوب في شمال افريقيا. وعمي شنقريحه، اسمع، وعمي شنقريحه وقت يدير المناوره، الشعوب الافريقيه كامله تتبع عمي شنقريحه وقت يدير المناوره العسكريه، لانه يديرها بالذخيره الحيه، ويديرها في وقتها، ويديرها في الوقت اللي تكون الناس تتربص بينا. هو برك اللي يعرف لهم الخبايا تاعهم. عمي شنقريحه ربي حافظه الله ورعاه، هو اللي يعرف الخبايا تاع الاعداء، هو برك اللي ينوض لهم بالذخيره الحيه، وكي يدير لهم الذخيره الحيه يهزوا بكطاجهم كامل ويفحطوا، واحد ما يبقى. اجي فكرتيني هاد قالوا لي باللي هو اللي كان خدا الحرب الرمال وكان فاز في الحرب الرمال، واش صح هذه يا رشدي؟ دوك واش نقول لك، عمي شنقريحه ولا عمي صالح ربي يرحمه، هما ناس هذو مجاهدين، وكانوا في الجيش الشعبي الوطني، فهمت؟ وحرب الرمال هذه احنا رانا ما اعتديناش، احنا حررنا، احنا عاودنا حررنا فقط، احنا رانا ما اعتديناش. ماشي حرب الرمال ماناش احنا المتسببين فيها، وماناش احنا اللي دخلنا، والله مانيش جاتي نهضر في الامورات هذه.
ولكن ماشي قالوا لي ولكن قالوا لي خاسر في الحرب هذه، قال لك خسر فيها. شكون الشنقريحه يخسر؟ اتق الله، لا اتق في الله الحرب يا رجل. الرمال، قال لك في الحرب والله الرمال خسر. والله بيسعى خساره يا رجل. احنا في حرب الرمال كان الهواري ربي يرحمه، على بالك واش دار؟ دز لكم عمار الديقه فقطا، عمار الديقه معاه 40 رجل، عمار الديقه لا سميوه الديقه. الهواري ربي يرحمه خرج من الجزائر، عمار الديقه هذا دخل للمغرب دار ديقه وخرج، ولاو يسميوه عمار الديقه. هذه هي. واخا واش علاقته بمراكش؟ شنقريحه واش علاقته بمراكش؟ واش كان يمشي لجامع الفنا ولا هو اللي كان ساهم بناء المسجد تاع كتبيه ولا كيف؟ يا وعمي شنقريحه رجل عسكري يا رجل، لو كان في جيش التحرير الوطني، هو وعمي صالح القايد صالح ربي يرحمه طيب الله ثراه. اسمع، هذو ناس غاليين، هذو راهم ناس غاليين، فهمتني؟ نعم هذو نعم عمي شنقريحه. اسمع، عمي صالح ربي يرحمه توفى رحمه الله عليه. اسمع، عمي شنقريحه اليوم هو اللي راهو كان ثاني علي بن علي حفظه الله، يعني ما كانش الناس هذو الناس كانوا في جيش التحرير الوطني وكملوا في الجيش. انا الوالد تاعي ربي يرحمه كان في جيش التحرير، ومن بعد في 19 مارس، مش في 5 جويلية، 19 مارس في تكوين الجيش في 62. الوالد تاعي الله يرحمه كان في الجيش الشعبي الوطني، يعني سيدين الجيش التحرير الوطني. لازم نقيدوا آه. حاجي. والكتبيه كيفاش دخلوا الجزائر هما اللي بناوها؟ ما فهمتش، انا سمعت اخبار هذا الكتبية اللي في مراكش. واش علاقته بالجزائر؟ والله ما يا رجل، احنا اخوه، فهمت؟ احنا خاوه واسلام. الناس اللي قبلنا هذو ما كانوش يخموا بالتخمام تاعنا. احنا نخموا بعد التخمام تاع الوقت تاع الوضع تاع، فهمت؟ تاع الوقت اللي انا فيه. الناس هذو لا ما واخا كانوش يخموا هذا. شفتي رشيد نزار ولا شو اسمه دابا الحلف، نسيت لي الاسم خالد تاعو. النزار هذا مشى لمراكش قال لك الكتبيه الجزائر اللي بناوها. واش رايك انت في هذا الكلام؟ ربي يرحمه، هذا في المذكرات تاعو. وين راه يرحموا، راه مازال على قيد الحياه يا اخي. وقتاش قتلتي خالد النزار لا ماشي لا بلاتي مشى لي جنرال الاسم خالد تاعو. النزار، بلاتي جنرال راك خالد تنسى النزار. لي نقاز خالد نقاز ولا نقاز. رشيد نقاز. انا نقولوا رشيد مخروط. ما تامنش رشيد، به يعني. من انا واحد ترشح في الانتخابات الفرنسيه وجاي ترشح لي في الجزائر. يا ما نخلطوش يا راجل. واحد ترشح لي اسيا تاع فرنسا ومن بعد يجي شفتي ترشح في الفيديو الجزائر. شفتي الفيديو اللي راح داير في مراكش؟ شفتيه؟ والله يسهل عليه، انسان مهبول، ربي يجبر حاله وخلاص يعني. شفتيه يا رشدي؟ والله ما شفت، ما هذا بيجي بها انا رشيد بكاز انا. قال لك الكتبيه اسمع، الجزائري اللي بناوها، قال لك الجزائريين اللي بناو الكتبيه، واش رايك فيه؟ الله يسهل اخويا. اسمع، انا لا بنوها الجزائريين هذا شرف عظيم، ولا بنوها المغاربه هذا شرف عظيم، فهمت؟ احنا خاوه مسلمين يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. انا اللي قلت لك المعتز بالله الفاطمي كي بنى مصر، التاريخ اللي يهدر عليه، وعندي شرف عظيم انه جزائري بنى مصر ودار الفتوح في مصر، فهمت؟ ما يهمنيش انا الامورات هذه كل راح تبقى تاريخ برك. اهدر لي واخا اليوم، كيفاش اهدر لي يعني؟ اليوم شحال نديرو خويا ابراهيم، واخا بلاتي يعني اهدر لي مادام اليوم شحال نديرو. اليوم رانا بلاتي اسمح لي، اليوم رانا لا بلاتي متفرقين. اليوم رانا عديان. اليوم رانا هذا لا يقابل في هذا. خلينا نمشي. هذا قلت مادام الجزائر اللي بناو مصر، يعني حتى الاهرامات هما اللي بناو الاهرامات، يعني كيف؟ شوف خويا ابراهيم، المعز بالله الفاطمي بنى مصر، ما قلتلكش بنى الاهرامات هم يهضروا في واحد الاقوال واحده اخرى. انا مش حاب نخش في الامورات هذيك، فهمت؟ آه شوف في جوجل، لا كان مش المعز بالله الفاطمي اللي بنى مصر. لما لقيتهاش والله ما زلت نطلع معك في اللايف ابراهيم خويا. لما لقيت باللي جزائري معز بالله الفاطمي هو اللي بنى مصر، والله ما زلت نخش معك في اللايف. يعني نعطيك كلمه، فهمتني؟ احنا الجزائريين عندنا رجال عظماء في امريكا، عندنا رجال عظماء في اوروبا.
عم يبكيو عليهم اوروبا وامريكان يبكيو عليهم خايفين منهم. واش علاقته بفرعون؟ واش علاقتهم بفرعون؟ شكون هذا؟ هادو الجزائريين اللي بناو مصر واش علاقتهم بفرعون؟ وما موضوع فرعون في وقت وهذا في وقت الوقت ديجا مش في نفس الوقت. لا كانوا في نفس الوقت. لما لا كان مش في فرعون نفس الوقت. المعتز بالله الفاطمي مش في الوقت تاع الفراعنه، واحد بيكذب عليك، مش في وقت الفراعنه مره. ابحث عليه دوك تلقاه. واخا انت قلتي واخا بلاتي انت قلتي الجزائريين هما اللي بناو مصر. يعني دوك عليه تقلب والله غتسمح لي ابراهيم خويا، عليه آه. تقلب الجزائريين هكذا برك، اللي حابين دائما الجزائريين تحطوها في مرتبه او التاريخ اللي يهضر عليها، او التاريخ اللي يهضر على الجزائر، مش الجزائر الجزائريين يهضروا على انفسهم، او حنا منفوخو منزوخو. حنا درنا حاجه وقلنا درناها، ما درناش فهمتني. حنا عندنا رجال عظماء في الجزائر، عندنا بابا عروج، عندنا بزاف شخصيات جزائريه كبيره. اعطيني العلماء، خلوا الاثر تاعهم في العالم. اعطيني العلماء اللي دازوا الجزائريين في العالم، يعني عطاو البصمه في العالم، مثلا علماء جزائريين بزاف مثلا. بزاف علماء كبار بزاف. مثلا اعطيني الى تذكر والله ماني الاسماء. في الوقت الحالي تحب في اللايف الجاي نكتبهم لك ونقول لك ونسميهم بالتسميه وش داروا، ما كان حتى مشكل. الوقت الحالي ما مشكل. قالوا لي باللي الجزائريين هما شاركوا يعني في صنع سيارة تسلا، يعني عندهم اليد في القضية. والله وربي لا والله ماني مطلع. تعرف السيارة تسلا؟ ما نعرفهاش، مغربيه الله ربي العالمين. لا هذه ايلون ماسك امريكيه. الله ربي العالمين خويا. انا نعرف الصناعه الجزائري. اسمع نعرف على المغرب وقتاش يصنع السيارات، هو ينفخ الرويد خلاص. ما خلينا هذاك. اسمع احنا اسمع صدقني يعني يسمحوا لي الجماعه المستمعين هذه، او احنا العرب والمسلمين، الشيء اللي خلينا هكذا هو اننا كسرنا نفوسنا، فهمت؟ احنا ما نصنعوا والو، كلش من الغرب، كلش جاي من عند الغرب، يخطينا الغرب نضيعوا. احنا رانا اسمع، احنا ما نصنعوا والو ومفتخرين بنفوسنا. احنا عندنا لسان، احنا نصنعوا اللسان، نصنعوا الهضره، احنا نصنعوا الكذب والنفاق والعداوه فهمتني؟ او كل شيء يجينا من الغرب. واش انا نديرو؟ او دوك ينوض لك القمح الشعيري، يعطيك ربي القمح الشعيري ينوض بوحده، ما تقدرش المنجل تاع الغرب، المنجل باش تنحيه تاع الغرب. واش عندنا احنا؟ الغرب تاع الغرب، واش عندنا احنا؟ ما عندنا والو. احنا عندنا لسان، احنا هب بالعرب كامل المسلمين، هب ما عندنا والو. احنا ناس كذابين، فهمتني؟ احنا ناس كذابين، احنا عديان في بعضنا، نفوخوا على بعضنا، والغرب يصنع لنا في كلش. هو اللي صنع لنا السياره، هو اللي صنع لنا الطياره، هو اللي دار لنا السكانير، هو اللي دار لنا كلش. العلماء المسلمين تاعنا الاولين هما اللي جابوا الطب، هما اللي جابوا العلم، هما اللي جابوا كلش. بصح جات المستعمرات ادات لهم كل شيء، وهم يخدموا لنا هما كلش. هو اللي مدير لنا التيك توك هذا، هو اللي مدير لنا التليفون هذا اللي نهضروا منه، هو اللي مدير لنا الطابلات، هو مدير لنا جوجل محرك البحث، هو اللي مدير لنا الاقمار الصناعيه، هو اللي مدير لنا كلش. يخدموا كل يدوروا علينا، كل يديروا حوايجنا برك نوليو العصور الحجريه. والله البترول والغاز باش اسمح لي، البترول والغاز باش نخرجوه والثروات، كل ما جاناش الغرب ما قدرناش نخرجوهم. واش درنا احنا؟ نكذبوا على بعضنا دوكا، نكذبوا على بعضنا خويا ابراهيم. واش درنا احنا ناس كذابين، عطانا ربي الخير وما عرفنا نديروا به والو. كذابين والله يا اخي. كذبتي في هذه الكذوب والنفاق والنفس، هذه عندك يا اخي. والله هذا واش فينا احنا؟ فينا لسان، لسان طويل فقط. للمعلومات المنجل، اول منجل فلسطين، ثاني منجل بالبلاد ما بين النهرين، جاب الغرب. بس عداه الغرب، المنجل داه الغرب وخرج لك ماكينه حصاد. لا المنجل كي عاد اول فلسطيني، لا ما طورتوش وقلبته ماكينه حصاد. البندقيه لا ما طورتهاش العرب والمسلمين، ما طوروهاش وقلبوها صواريخ نفاثه. حبيبي ابراهيم احنا كذابين، احنا ناس هب
احنا الناس انا اسمع، احنا الناس استاذن. قلت لك نصنعوا العداوه. احنا الناس العرب بلاتي والمسلمين. بلاتي يا بس دقيقة رشدي. عمي رشيد، تحياتي للجميع يا شباب، كان حوار بيحفظك. شيق، وتحياتي لإبراهيم ما وكل تنساش الموجودين. يا عراقي، ما تنساش تسأل على الأخ حربي العراقي. السلام اوكي عليكم. اوكي، نشوفكم بخير. تحياتي. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. كمال، دقيقة رشدي خويا. كمال خويا، لاباس؟ الله يبارك فيك خويا، كي داير انت؟ بخير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، بارك الله الله فيك. يبارك فيك اخويا. انا بعدا اول مره كنطلع عندك، واول مره كنتقلق على الشعب الجزائري حاليا مؤخرا. اول علاش مره أخي؟ كنتقلق والله لا العظيم. بالعكس، خصك تفتخر. علاش؟ والله العظيم اول مره كنتقلق عليهم، وهاد المره هادي دابا حنا ولفنا معاهم، مشاو ديك النهار العراق، ولاو دازوا الاماراتيين وخلونا بوحدنا. مبقيناش كنسمعوا السبان ديالهم وتلهاو. دابا هاد الايام هادي راه حنا حاسدينهم، دابا حنا راه مقلقين، خاصنا بحال خاصنا شي حاجه. بعدا يسبونا وكنفهموهم ونسبوهم. علاش مشاو صاحبي حتى للخليج وخلونا دابا حنا بوحدنا؟ حنا دابا حاليا كنحسوا بالقنطه. جيتكم الغيرة. كي رحنا العمانه، بوحدنا. ولكن هذا رشدي هو خطير صوالح هذيك تاع السبان وين. لا لا لا، هذا هو لا. هو عنده مع العلم، التاريخ، لا الثقافة، ما كنهضرش على هذا الاقتصاد. الاخ هذا، لا ما كنهضرش على هذا الاخ هذا. يعني دابا حاليا كنشوفهم بقاو تلاهاو مع العراق، وتلاهاو مع الاماراتيين مؤخرا، ودابا خلاونا بوحدنا. حنا دابا راه كنحسوا بواحد القنطه ما كيعلم بنا الا الله سبحانه وتعالى. نقول لهم يديروا عقلهم ويرجعوا لينا، راه حنا كنتسناوهم. شي يقول هذا يا رشدي، يا رشدي؟ اخويا انا شي يقول غير الأخ هذا؟ الحكميه وصافي. والله مرحبا. اسمع، والله غا عنده الحق يعني، والله غا درنا لكم فراغ يعني، صح، خلينا لكم فراغ عند. اسمع، الله يفات المغربيه على بالك نقصت 90% من ضربه الامارات. والله غا اسمع، قاع بقاو غير مساكين يرسموا الخرائط هذاك باللون الاحمر، عرفتي اللي دابا ظهر يرسموا في الخرائط. دابا خويا هاو. واخا كنسمع مثلا